قبل سنوات رجل سوداني ضعيف على سيكل في جدة، الرجال يعني يلقط رزقه منا ومنا. في يوم من الأيام ماشي بسيكله وبيقطع الشارع، وإذا برجل لف عليه بالسيارة وصدمه. الصدمة ما كانت قوية، يعني صدمه ثم سقط هذا السوداني على الأرض، يعني رجل في منتصف العمر في الخمسينات كذا. نزل صاحب السيارة، طبعا صاحب السيارة من أهل جدة، سعودي، رجل معطيه الله جسم ومعطيه بنية، فرجل نزل معصب يزمجر يسب ويلعن وكذا، ثم جاء عنده انت ما تشوف، ومن شدة تعصيبته وغضبه ضرب هذا السوداني على وجهه ضربة قوية. يقول يعني كنت أفقد البصر بسبب قوة الضربة. يقول ما قدرت أرد عليه، جسمه ضخم، قوته قوية، ما قدرت أرد الظلم عن نفسي لأني أنا ضعيف الله وجاي أسترزق. فرفعت راسي وعيوني يعني غرقانة بالدموع، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إن كنت أنا ظالمك فالله ينتقم مني، وإن كنت أنت ظالمني الله ينتقم منك عاجلا غير آجل. يقول مستمر هو يسب ويلعن ويتجاوز علي. يقول أخذت سيكلي وركبته ومشيت. ثم مرت الأيام. يقول في يوم من الأيام وأنا عند حلقة الغنم اللي هي منطقة بيع الأغنام وجنبها يكون المسلخ، يقول وعلى سيكلي، يقول وإذا برجال يكلمني من خلفي، السلام عليكم. يقول التفت عليه، قلت عليكم السلام. يقول قاعد يطالع فيني، قال كيف حالك؟ قلت الحمد لله. قال يا أخي عندي خروفين أبغى أخذهن للمصلخ أذبحهن، تشيلهن؟ قال نعم أشيلهن. كم تشيلهن؟ كذا. قال خلاص ما في مشكلة. يقول شلت الخروفين وهو يمشي قدامي وأنا أمشي وراه لين وصلنا للمسلخ. المسلخ ما هو بعيد يعني. يقول نزلت الخروفين ثم أعطاني فلوسي. لما جيت أمشي قال لحظة، تعرفتني؟ يقول قلت لا ما عرفتك. قال أنا اللي قبل شهور صدمتك في المكان الفلاني وسبيتك ولعنتك وضربتك على وجهك ضربة قوية، وانت كنت تدعي علي. تدري أنا لي قعدت 15 يوم أهين في شوارع جدة أدورك؟ قال له ليه؟ قال تدري بعد يوم من دعائك علي لما قلت عاجلا غير آجل، تدري بعد يوم حصل لي حادث مع عيالي وماتوا 2 من عيالي، وفقدت السيارة وخسرت خسارة عظيمة بعيالي اللي ماتوا. يا ليتك يا ليتك رفعت الموضوع للشرطة، يا ليتك رفعت الموضوع للقضاء، يا ليتك رفعت الموضوع للحكومة تأخذ حقك مني. الحين أنا طالبك طلبة، أرجوك أحب راسك، أقبل أقدامك، سامحني، أرجوك سامحني. إن بغيت تضربني اضربني بأي وسيلة تبغاها، أرجوك حللني. وإذا كانت هذه عقوبة الدنيا من الله سبحانه وتعالى، أجل كيف عقوبة الآخرة؟ شيء شفته بعيني. يقول لما شفته بهذا الحال قلت الله يسامحك، الله يسامحك. أنا كنت مغبون، كنت مقهور، مشيت ذاك اليوم وأنا أحس بالظلم، لكني كنت أكرر حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب حقي عاجلا غير آجل. ما كنت أدري ولا كنت أتوقع إنه يجي بهالسرعة، تجيك هالعقوبة بهالسرعة. الله يسامحك ويحللك ويبيحك. يا جماعة الخير، القوة الحقيقية هي إنك تملك غضبك. القوة الحقيقية إنك ما تتسلط على الضعيف الذي لا يجد أعوانا عليك إلا الله. هذا أقوى شخص ممكن تظلمه. الشخص اللي يرفع حاجته ويرفع مظلمته إلى الله، هذا انتبه منه. اللي يروح يشتكي للحكومة ويأخذ حقه في الدنيا، هذا أمره سهل. اللي يرفع شكواه إلى الله انتبه منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عن دعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انتبه تكون قوي وتظن القوة الحقيقية انك
تظلم الناس وتتجاوز عليهم لفظ أو قول أو فعل. انتبه يا حبيبي.